خليك معايا الدقيقه دي عشان افرجك على عربيه اوروبي جايه تنافس في اكتر فئه فيها عربيات صيني. دي ستروين سي 3 الجديده، العربيه اللي نازله في فئه واحده، والنهارده في اقل من دقيقه هقول لك كل اللي هتاخده منها وكل اللي مش هتلاقيه فيها عشان تعرف تركب اوروبي في السعر ده، وكمان اقول لك سعرها، فخليك معايا. اكتر حاجه بتديها لك العربيه دي هي ان هي عربيه اوروبيه منشا اوروبي، لا تجميع محلي ولا تجميع مغربي، ده غير كمان الشكل الصايع جدا واللي بيجي كمان منه نسخه تو تون، وفيها كتير جدا من اختها السي 5 في الشكل، بس مع الفوانيس بارزه اقل شويه. انا شخصيا بيعجبني الشكل بتاع السي 5، بس في ناس هتحب الشكل ده اكتر. بتديك ايه كمان العربيه؟ بتديك مساحات داخليه اكبر بكتير جدا من اللي كانت موجوده في النسخه اللي شفناها قبل كده. تديك مثبت سرعه وشاحن وايرلس وتكييف كويس جدا. مش مصدقني في التكييف؟ ثانيه واحده، النهارده في شمس الساحل، وتعالى اوريك الحراره دلوقتي عامله ازاي على العربيه من بره. 68. العربيه دي واقفه في الشمس بقالها شويه، والازاز من هنا مفتوح. تعالى اوريك جوه الحراره عامله ازاي. تكييف العربيه فوق الممتاز على الفئه السعريه دي، وخصوصا من عربيه اوروبي. بتديك كمان شويه حلول ذكيه جدا، زي ايه؟ زي ان عندك شنطه 350 لتر فيها فولس فلور تقدر تنزلها تحت عشان تزود لك 100 لتر كمان وتبقى 450 لتر. هتقول لي طب الاستبن فين؟ اقول لك الاستبن بعدته استبن كامل موجود من تحت هنا. بالمناسبه العربيه دي هتيجي مصر مع ستروين، وهتيجي كمان مع علامه تانية موجود بقى مكان الفولس فلور تحت ده صف ثالث. اللي يعرف هتيجي ايه العلامه التانية يقول لي. العربيه كمان بتيجي منظومه حركه جربناها في مصر قبل كده، الموتور البيور تيك ال 1200 الثلاثه سلندر. طبعا في الاهتزاز بتاع الثلاثه سلندر زي ما انت شايف، لكنه متوصل على فتيس ايسن ياباني اعتمادي تماما من 6 سرعات. وعامه المنظومه دي شفناها قبل كده في السي 4 والسي 4 اكس، بتديك 130 حصان و230 نيوتن متر، ومفيش ناس كتير اشتكوا منها. طب عشان تركب اوروبي في السعر ده في شويه حاجات هتضحي بيها، زي ايه؟ زي ان عندك الفرش كله قماش، زي ان عندك مفتاح دواره مش زرار ستارت ستوب، زي ان عندك فرامل يد عاديه مش فرامل يد كهرباء، زي كمان الازاز اللي جنب السواق بس هو الاوتوماتيك. اخيرا ستروين سي 3 اتقدمت في مصر بفئه واحده سعرها 1,080,000. وكفايه راجل لحد كده، اعمل فولو بقى عشان تشوف الريل بتاع تجربه القياده. في تجربه القياده بقى خدمنا جدا اننا جربناها في طرق مش ممهده قبل ما نطلع على الطريق، واقدر اقول لك ان عفشه العربيه دي زي كل عربيات ستروين مريحه جدا، وبتكملها طبعا الكراسي المريحه بشكل غير طبيعي رغم انها قماش بالكامل. توجيه العربيه اوروبي ومباشر وبيتقل كمان مع السرعه، وقطر دوران العربيه ممتاز، وده رغم انها مش صغيره. ارتفاع العربيه عن الارض 20 سم، ده مخليها عمليه جدا جوه المدينه، بتتعامل مع النقر والمطبات والارصفه كويس جدا، لكنه طبعا مخلي فيه بادي رول ملحوظ. صوت موتور العربيه هو الصوت المتوقع من موتور 3 سلندر، لكن الفتيس الايسن الاوتوماتيك العادي ده مريحه جدا ومخليك على القياده الطبيعيه بدون قرص ممكن تنسى انك راكب 3 سلندر. قوه المنظومه عامه متناسبه جدا مع حجمها، وفي الاخر انت مش مستني من عربيه عائليه زيها تكون عربيه سباقات يعني. اخيرا ستروين سي 3 جايه عشان تقدم حل لاي شخص مش عايز يركب عربيه صيني في فئه المليون جنيه واللي ما فيهاش تقريبا غير عربيات صيني، فمستعد انه يدفع ضريبه خامات اقل وتجهيزات فقيره نسبيا مقارنه بالعربيات الصيني، في مقابل انه يركب عربيه اوروبي منشا اوروبي. ده كان يومنا مع ستروين في الساحل، ونشوفكم ان شاء الله في تجربه جديده، وسلام.